السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في قناتي بزغوسات. معكم خديجة. اليوم ان شاء الله غادي نجربوا واحد الوصفة اللي هي الطارت ديال التفاح. كتجي رائعة. حنا ما غاديش ان شاء الله نديرو طبقة ديال الكيك، وانما غادي نديرو طبقة ديال الطارت. فبقوا معايا باش تشوفوا المقادير كذلك الطريقة، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناة. فبالنسبة للمقادير عندي هنا 250 غرام ديال الدقيق او ما يعرف بالطحين، 250 غرام ديال الزبدة، نص كاس ديال السكر بودرة، وجوج فانيات، وراس معلقة ديال الخميرة ديال الحلوى، وبيضة. فاول حاجه غادي نضيف اللي هي الزبده بعد ما قطعتها قطع صغار، ومن بعد غادي نضيف عليها الدقيق ونحاول نجمعهم برؤوس الاصابع ديالي حتى هذاك الدقيق يدخل في الزبده ويولي عندي العجين كيف كتشوفوا معايا. من بعد غادي نضيف السكر بودره ونجمع عاوتاني بالرؤوس الاصابع ديالي حتى ديك السكر يدخل في الدقيق والزبده. من بعد غادي نضيف البيضه وجوج اكياس من سكر الفانيلا وراس معلقه من الخميره ديال الحلوى او البيكن باودر، ونجمعهم كيف كتشوفوا معايا حتى تشكل لي عجين. عجينه تكون خفيفه وملسه كيف كتلاحظوا معايا وما فيها حتى شي تشققات. فكيف كتلاحظوا معايا غادي نرش سطح العمل ديالي بشويه ديال الدقيق، وكذلك ما نساوش نرشوا على المدلك، ونحاول نسرح العجين، ما نرققهاش بزاف وانما نخليها ما بين رقيقه وما بين غليظه. فكيف كتلاحظوا معايا من بعد ما سرحتها غادي نحاول نلفها بهذا الشكل ونحطها فوق القالب. هنا عندي القالب اللي كيتحل باش تسهل عليا العمليه. نخرج الطارت، غادي نسرح هذيك العجين ونحاول نلبسها في القالب ديالها. وبهذه الطريقه كنكون غلفت القالب ديالي بالعجين ديال الطارت. كيف كتلاحظوا معايا ما غاديش نوصل العجين حتى للفوق، غادي نخليها يعني على النص باش الحشوه تجيني مع القشره ديال الطارت هي هذيك. فكيف كتلاحظوا معايا هنا عندي 4 ديال التفاحات، تفاح مقطع قطع صغار. وما نساوش نثقبوا هذاك العجين ديال الطارت بالفرشات باش يقدر يتنفس، ونضيف عليه هذاك القطع ديال التفاح اللي قطعت قطع صغار. كنذكر استعملت 4 ديال التفاح. غادي نخليه على جنب ونمشي نحضر الكريمه. هنا عندي نص لتر ديال الحليب، جوج معالق ديال السكر، وجوج اكياس من سكر الفانيلا، وثلاثه المعالق كبار مملوئين بالنشا او ما يعرف بمايزينا. وكيف كتلاحظوا معايا غادي نضيف الحليب والسكر والنشا والسكر فانيلا، نخلطهم مزيان ونحطهم فوق نار مهيله حتى هذاك الخليط يتشكل ليه كريمه متجانسه. هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما الكريمه ديالنا تعقدت غادي نسكبها مباشره فوق هذاك التفاح اللي قطعت قطع صغار. كيف كتلاحظوا معايا هنايا كلشي ضفتو في دقه واحده. العجين مع التفاح مع الكريمه كلهم غادي يطيبوا في نفس درجه الحراره وفي نفس ديال الوقت. يعني هنايا العجين ديالنا ما غاديش ندخلو الفران عاد ندير هاد المكونات كيف كتلاحظوا معايا. فمباشره من بعد ما وضعت الكريمه غادي نزينها باللوز شرائح، وغادي ندخلها الفرن حتى يذهب اللون ديالها. هنا هذه النتيجه ديال الطارت اللي حضرنا من بعد ما دخلته الفرن وخليته يرتاح. هنا غادي ندخلها للثلاجه، ضروري خصها تبرد. من بعد ما تبرد غادي نخرجها من الثلاجه ونحاول نوضعها في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطرد ديال التفاح. كيف لاحظتوا معايا ساهل ماهل، الخطوات ديالو جد سريعين وكيطيب يعني في دقه واحده. كيف شفتوا معايا العجين مع التفاح مع الكريمه ساهل وسريع دغيا تيطيب.
وكيف كتلاحظوا معايا العجين ديال الطارت كيجي رطب وهشيش، ما غادي تواجهي حتى شي صعوبه في انك تقطعي الطارت، لان القشره ديال الطارت كتجي هشيشه ورطبه. فإلا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه، وما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم الى الملتقى في وصفه جديده ان شاء الله.